كل مصيبة بيصنعوها من أجلنا، من أجل دمارنا. الكان دي مصيبة للمعدة ومصيبة للأسنان وأضرارها كتير جدا. اقرأ عن أضرارها من فضلك، من فضلك يا مسلم يا مؤمن يا تقي. اقرأ عن أضرار الأشياء اللي انت بتدفع فيها مليارات الدولارات. أنا هقرأ لكم في آخر الفيديو الإحصائيات بتقول كام. بتقول مبالغ تخض، بتقول مبالغ ترعب. احنا مش مستوعبين. كل واحد بيقولك أنا بدفع 10 جنيه بجيب ب100 جنيه أنا وبيتي بيبسي ونشرب وخلاص وعادي. يعني ال100 جنيه بتاع 100 مع 100 ده عاملة مليارات. ده الإحصائية بتخض بجد. حارب من هنا، حارب وانت في وسط أهلك، حارب وانت بترعى أهلك، حارب وانت في قلب وطنك، وانصر المسلمين. ما تدعمش الخونة الملاعين، ما تدعمش أولاد القردة والخنازير، ما تدعمهمش. دول كانوا كلاب مش لاقيين مكان يقووا فيه. احنا اللي عملناهم بني آدمين، احنا اللي ورا لذتنا ومتعنا ومشينا ورا المتع والشهوات وشهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوات أخرى حدفوها علينا. احنا عارفينها كويس عن طريق الانترنت وغيرها، عشان هم خايفين مننا، خايفين من شعبنا، خايفين من ولادنا. أصغر ولد عندنا عنده 14-15 سنة أرجل مليون مرة منهم ومن رجالهم. احنا عندنا قوة وعزيمة وقوة إيمان. هم ضعفاء، مهما قويوا ضعفاء. بلاش نقويهم، خلينا ندرك احنا بنعمل ايه. قبل ما تاكل حاجة ولا تشرب حاجة اقرأ مكتوب عليها ايه منشأتها، ايه أساسها. إن كانت أمريكا أو إسرائيل اقعد بجوعك أفضل، اقعد بجوعك حسبة لله، نصرة لدين الله، نصرة للمسجد الأقصى. مش صعبان عليك المسجد الأقصى؟ مش نفسك تصلي فيه؟ مش مشتاق له؟ مش مشتاق انك تدخله؟ مش مشتاق تقول هنا أسرية بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أحد الصحابة كان بيمشي في مكة حافي بدون حذاء، وعندما سئل عن ذلك قال: بتحسس الموضع التي وطأت قدم نبي الله فيه. مش عايز يلبس حذاء لعل ذرات التراب اللي داس عليها النبي صلى الله عليه وسلم تصادف ويدوس عليها إكراما وحبا واعتزازا للنبي الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن الإسراء والمعراج، اعرف الإسراء ايه اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد للسماء من المسجد الأقصى. ومن علامات الساعة الكبرى هتكون من ضمنها صلاة في المسجد الأقصى. يا مسلم اعرف مجدك، اعرف أجدادك. يا حفيد عمر بن الخطاب، يا حفيد أبو بكر وعلي البطل الهمام، من وهو صبي صغير، من صباه. مش بنقول دلوقتي سن المراهقة، ده كان سن الرجولة، سن البطولة، إن بطل ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليردوا الأمانات إلى أهله. وكان يقدر ياخده معاه في الهجرة، بس عشان أصحاب الأمانات تأمن إن في حد منه هيرد لهم الأمانات، خليهمش يتخضوا لحظة واحدة أو يخافوا لحظة واحدة إن أموالهم ضاعت وأماناتهم ضاعت. صبي صغير ينام ويواجه الموت اقتناعا بقضية الإسلام، اقتناعا بسنة النبي، اقتناعا بنصرة الإسلام. واحنا مش قادرين نمنع رفاهيات. والله يا جماعة لو على الأكل والشرب نمنعه، بس نذل عدونا. ده بقت كرامة، ده مش إيمان وبس، ده إيمان وكرامة وبلد ومسجد بيسلب مننا. وبعدين انتوا مش واخدين بالكم إسرائيل بقت عاملة ازاي والداعم لها، وكلنا عارفين كده. أنا ما فهمش حاجة في السياسة عشان تكونوا فاهمين. أنا ماليش في السياسة، أنا واحدة غيورة على دينها، واحدة محروق قلبها على اخواتها بيتدبحوا قدام عيننا، واحنا حتى مش قادرين نمنع الدعم اللي بندعمه بيهم. بيقووا علينا، بيجيبوا أسلحة احنا مش قادرين نجيبها بفلوسنا، بيقتلونا بفلوسنا، بيقتلوا اخواننا بفلوسنا. تدبروا المعنى كبير قوي، خلي بالكم المعنى ده. بيقتلونا بفلوسنا احنا وبنمدهم بيها. امنعوا ده عنهم من فضلكم، فكروا في اللي بيحصل. نقدر نعمل حاجات كتير جدا